كل واحد يقصد يتكلم عن القائد وعن المؤامرة فقط. بالبدايات كشخص أنا عشت مع القائد وشفت القائد لتكوين القرى أو تجمع الناس الموجودين، تجمع الناس. فالمنطقة هذه مثلما كان في صار في جد الأبيات خاص بالمرأة، منها تحولها على حركة إيديولوجية مفعلة ضمن المجتمع. أمثلة مثل الإنجاز اللي صار، طبعا اليوم الكل يشهد ويعرف وشاركت بكل الجوانب الحياة منها الاجتماعية حتى العسكرية. 15 من شباط الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية على قائد الإنسانية عبد الله أوجلان. تلك المؤامرة التي شاركت فيها أكبر قوى الهيمنة بالعالم. تلك المؤامرة لم تكن استهدافا لشخص القائد عبد الله أوجلان أو الشعب الكردي فقط، بل كانت استهداف لجميع الشعوب الشرق أوسطية التواقة إلى الحرية والسلام، حيث تسعى هذه القوى الرأسمالية الدكتاتورية إلى جعل تلك الشعوب أداة بيد الحداثة الرأسمالية لتجردها من إرادتها وحقها العيش بأمان وسلام. إن فلسفة القائد عبد الله أوجلان هي الحل الأمثل للأمم الشرق أوسطية لتقطع الطريق أمام تناحر الشعوب والمكونات والصراعات التي استفادت منها القوى الاستعمارية التي سعت إلى ضرب طموح تلك الأمم. لقد ناظر القائد عبد الله أوجلان بفكر مجتمعي حديث يهدف إلى التعايش السلمي بين الشعوب وإرساء قواعد الديمقراطية والحرية، وساهم في يقظة الشعوب لرفع نير الظلم عن كاهلها. إن تلك الفلسفة كانت بمثابة نواة لتحرر المرأة والمجتمع والخلاص من التعصب الجنسوي. هذا ولم تكتفي الفاشية التركية باعتقال القائد عبد الله أوجلان، بل وصلت انتهاكاتها إلى فرض العزلة المشددة والقسرية، مناقضة بذلك دستورها وقوانينها، وسخرت القضاء والسلطة القضائية لخدمتها، إضافة إلى انتهاكها جميع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. إننا في منظمات المجتمع المدني ندين ونستنكر تلك المؤامرة، ونجدد مطالباتنا للمنظمات الحقوقية وجميع شعوب العالم المحبة للحرية بالتكاتف وتوسيع النضال حتى رفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.